والله رجال يا شباب يلعبوا خارج ارضهم، والاتحاد الدولي حاطط نقرهم وكل شيء ضدهم، وبالتالي يلعبون، وبالتالي يمارسون حرية كرة القدم، يمارسون لعبة السلام، ولكن حتى الآن يبحث عنها في التعادل. المنتخب العراقي الذي فرحنا به في بطولة كأس آسيا سنشعل من نيران المدن شموعا لكم. هنا ستشاهدون النجوم، هناك أيضا ستشاهدون النجوم من وطن توقظه الطائرات، من شموس تعانقه دجلة والفرات. سنفرح هذه المرة، سنبتسم رغم التأخر، فإن إحساسي يقول بأن التعادل قادم والتقدم قادم. فعلا التقدم سيكون قادم في أي لحظة من اللحظات، ولكن علينا الصبر في قدم الدقائق، لأن المنتخب العراقي هو صاحب روح قتالية عالية جدا وجدا وجدا فعلا. فإن لم أكن أشجع العراق في هذه المباراة فمن سأشجع؟ وإن كان حبي للعراق جريمة فاعتبروني أول مجرم. تصل المحاولة رغم الخسارة، لن أبكي أبدا، لأنهم أسود، لأنهم قهروا كل الظروف، لعبوا خارج أرضهم، لعبوا خارج بغداد. وأنا قلتها في شوط المباراة الثانية: يا رجال بغداد عذرا ليس يسترني إن قلت فيكم قصيدا مطرف الشجني. ارمتوب خلاص، المنتخب العراقي تغلب على كل الظروف، قهر كل الظروف، وبالرغم من ذلك فإنه قدم المستحيل، قدم المأمول. إذا سيداتي آنساتي سادتي، عشاق المنتخب العراقي الجميل، عشاق المنتخب العراقي، عشاق الأسود الرافدين، إذا هكذا يطلق حكم اللقاء السيد رفشان ارمتوب نهاية أحداث وفعاليات المباراة. وأنا أخط هذه الكلمات لتنهمر من عين الأدمع ولتسيلك الأنهار، فقد حان وقت البكاء الذي لا طالما تمنيته. ولتعذروني فلا أستطيع المواصلة سوى بكلمات الختام. مبروك، قد تستغربوا، لا والله المنتخب العراقي قدم مباراة جميلة. مبروك من الميم إلى الكاف لكل عشاق الأسود، لكل عشاق أسود الرافدين، ولكل شخص ساهم في تحقيق هذا الحلم الجميل. هذه هي كرة القدم، أحيانا تفرحك عزيزي المشاهد، وأحيانا أخرى تجعلك حزين، تفاجئك دوما بتقلباتها المجنونة، تسعدك لحظات ويصيبك الإحباط في لحظات أخرى. مجنونة كرة القدم، شوق، إثارة وانفعال. أنا من أكثر المبسوطين لأداء المنتخب العراقي، لقمة المنتخب العراقي أمامنا شوارزر. لولا الحظ يا شوارزر لأكلت 7 ولا 6. والله كان المنتخب العراقي أفضل، كان المنتخب العراقي أجمل، كان المنتخب العراقي بقمة عطائه، ولكن المنتخب العراقي أضاع أكثر من فرصة محققة، أضاع أكثر من إنجاز محقق. شكرا على زمن البكاء ومواسم السهر الطويل، شكرا على الفرح الجميل، شكرا على هذه الخسارة لأنها خسارة بطعم الشرف. وإن كان حبي للعراق جريمة فاعتبروني أول مجرم.